لا قرب شويه يا خول. مباراة في جورجيا هتكون مباراة فتحة خير علينا جميعا، واتمنى لهم التوفيق. ده كابتن وكان حسن في فريد. بعض الاستفسارات من بعض اللعيبة على اشياء معينة، ان شاء الله هنخلصها اثناء الرحلة ديت، واحنا تحت امر الجهاز وتحت امر اللاعبين، وكلنا مسخرين لخدمة مستر برادلي وجهازه ولاعيبته. مدرب على اعلى مستوى، راجل محترم، راجل عامل نتائج كبيره، احنا كلنا وراه وفي ظهره وهنعضده وهنقف وراه، وان شاء الله املنا كبير ان احنا نروح كاس عالم 2014. وانا شكرت اللعيبه وقلت لهم المباراه اللي جايه مباراه مهمه بالنسبه لنا كمجلس، لانها اول مباراه تلعب في عهد المجلس الجديد. ان شاء الله ربنا يسهل ويوفق ونقدر نعمل نتيجه. وانا بشكركم وبقدم لكم الخواجه لو انتوا عايزين. يعني عاوزين بس نعرف من حضرتك ابرز الاستفسارات اللي اللعيبه سالوا حضرتك عليها، وانت حضرتك اللعيبه سالوا حضرتك خاصه ان كان في بعض الكلام من الاتحاد الجهاز الفني في الفتره اللي فاتت ان مفيش المسانده الكافيه من مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري، وكلام اتكتب في بعض المواقع ان في مذكره كانت للاسف اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم ان في بعض المشاكل ما بين افراد الجهاز المعاون في الجهاز الفني وبعض يمكن النوادي. كل ما يقال عن مشاكل في الجهاز ومشاكل مع اللاعبين غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. احنا تحت امر الجهاز وتحت امر اللعيبه، والجهاز وبقياده مستر برادلي كلهم ايد واحده وكلهم على قلب رجل واحد للمنتخب وخدمه منتخب مصر واملهم، وما عندهمش حاجه غير ان هم يروحوا كاس العالم ان شاء الله 2014. كنت بتكلم مع مستر برادلي على اساس ماتش روسيا ان شاء الله يوم 6 فبراير، وفي ماتش في نفس التوقيت مع السنغال، وانا قلت له تفضل روسيا ولا السنغال؟ قال الاثنين زي بعض، اقدر العب مع اي واحد، المهم يبقى في ماتش. كابتن حسن كان في كابتن حسن بعد اذنك، يعني المشكله الرئيسيه اللي كانت بتواجه الجهاز الفني للمنتخب هو ان مفيش مباريات، مفيش تنظيم في المباريات في المعسكرات بتاعه المنتخب، وكان اخرها طبعا اللي حصل في معسكر الامارات، وخلى الكابتن سيد طبعا انتم مالكوش دعوه بالقصه ديت لان انتوا كنتوا لسه ما تولدوش المسؤوليه. بتكلم على حضرتك ان المشاكل اللي بيعانيها التنظيم والتنظيم في معسكرات المنتخب. الراجل طبعا مالوش دعوه بالقصه ديت او الجهاز مالوش دعوه بالقصه ديت، هو الراجل بيطلب ماتشات المفروض ان اتحاد الكوره هو اللي بيوفرها له يعني. فانتوا هتعملوا ايه؟ يعني الكلام كان حضرتك قلت قبل كده ان هيكون في تفاوض مع راعي هو اللي يتولى المباريات الوديه الى جانب الملابس بتاعت المنتخب، هل تم توفيرها؟ اللي هي لان طبعا انا بلاحظ ان هم الملابس اللي واخدينها ديت من الشركه اللي هي كانت المفروض هتتولى رعايه المنتخب، وما تمش دوت او ما انتهاش التعاقد بخصوص الملابس. طبعا كل المشاكل اللي كانت قبل كده احنا ملناش دخل بيها، احنا مجلس اداره جديد ومرحله جديده، واحنا هنذلل كل المشاكل اللي تقابل الخواجه وتقابل الجهاز بتاعه وتقابل اللاعبين. وانا جاي مخصوص علشان ومكلف من مجلس الاداره مخصوص لحل جميع المشاكل، وان شاء الله ما يبقاش في مشاكل بعد كده. اما موضوع الملابس احنا بندرسه وهنعمله، هيرجعوا من جورجيا هيلاقوا كل حاجه جاهزه. اما موضوع المباريات الاول، اما موضوع المباريات مستر برادلي قدم تصور للمباريات، واحنا جايين علشان نسهل له المأموريه ونخدمه ونعمل له اللي هو عايزه، وهو ملوش دخل باي نواحي اداريه، هو ليه دخل بالملعب، واحنا كل المشاكل الاداريه هنحلها. هل تستمر الشركه الراعيه في رعايه منتخب مصر؟ هل ايه؟ تستمر الشركه الراعيه الان؟ لا بالمناسبه في سؤال كان مهم من الاسلام، ان احنا هندعو جميع الوكلاء العالميين للمنتخبات القوميه من البرازيل وايطاليا واسبانيا وانجلترا وفرنسا ان هم ياخدوا حق عمل مباريات للمنتخب القومي لمده 4 سنين،
والكلام ده هيبقى على العلن وبعيد عن اي مشاكل وبشفافيه كامله وبمزايده علنيه. طب كابتن حسن، كان مجلس الاداره قرر ان هو يبيع زي ما حضرتك قلت مباراه المنتخب ومزايده ومباريات مجمعه، وقلت ان الاربع مباريات اللي هيجوا شهر يناير وشهر 12 المفروض ان هم هيتباعوا لشركه واحده هي اللي بعد كده تحضر. احنا مش هنبيع حاجه لشركه واحده، احنا هنطرح مزايده، احسن سعر يجي لنا لخدمه المنتخب القومي هنوافق عليه. ده هيكون خارج ماتش لروسيا او السنغال اللي هو معروف. بعد ما يخلص عقد الرعايه بتاع المتعاقد. اللعيبه طلبوا اللعيبه كان ليهم 3-4 مشاكل، ليهم 4 مباريات ما خدوهمش، وانا وعدتهم ان هيجوا من السفر يلاقوهم، ومش كل مشكله الملابس، ووعدت حسني عبد ربه ان احنا هنحل المشكله ديت اول ما يرجعوا. لا، مشكله لعيبه المنتخب الاولمبي انهم ليهم مستحقات، وانا وعدتهم برضو ان كل المستحقات هتكون جاهزه. وبالنسبه للجهاز المعاون اللي ما خدش بعض فلوس الشهر الاخير ده، بعض الجهاز المعاون قال ان هو ما خدش الراتب بتاعه. مفيش حد ما خدش فلوس. لا، في تسويات وكل التسويات بتتعمل وكل واحد ليه حق في العقد هياخده، احنا ما بناكلش حق حد. طلبوا فعلا يسالوا على الدوري. حضرتك كنت قلت بالامس ان الدوري هيرجع على مجموعتين، عايزين ايه؟ ان الدوري هيرجع على مجموعتين، ايه القصه؟ ده اقتراح وبيدرس ان شاء الله. والله اذا الدوري القسم الثاني والثالث والرابع مشي على خير بعد مباراه الترجي والنادي الاهلي، كانت مباراه مبشره بالخير. اذا المباريات مشيت كويس كلنا عطشانين كوره، يعني واحنا منتظرين موافقه الامن. يعني احنا جاهزين. بتتكلم على ماليش دخل بالكلام ده. احنا جايين عشان نلعب دوري. كلام النهارده وصل لاتحاد الكوره من وزاره الداخليه ووزاره الرياضه ان الدوري يتعمل ابتداء من فبراير، مش عارف ازاي. ما عنديش فكره الكلام ده، ما عنديش فكره عن الكلام ده. ما عنديش فكره عن الكلام. تحت امركم. في حاجه ثانيه؟ شكرا لسعه صدرك يا استاذ حسن. شكرا لسعه صدرك. لسه معاكم في المؤتمر الصحفي. وانا بشكركم يا جماعه جميعا، وبقدم لكم مستر برادلي يرد على اي نواحي فنيه.